السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنا كده معانا سمك بلطي كده ومكرونه. عايزه اقول لكم احلى سمك تاكلوه كان بسم الله ما شاء الله تحفه. اهم حاجه غسيله. بصوا السمك ده انا خليت الراجل فتحولي سنجاري من ظهره علشان كانت السمكيه ما شاء الله كبيره، فكنت عايزه اقليها كده تاخد راحتها في السوا، فتكون مفروده في طاسه الزيت كده. بصوا هنا كده بغسل السمكية دي، بشيل فيها بقى الخياشيم والجلد ده. طبعا ده بيتغسل كويس جدا. بعد كده بنغسله بملح وليمون لما بنخليه كده ايه، قلب ابيض زي كده صافي وجميل. زي ما انت شايفة كده معايا فتحت المية بقى عشان انجز. هنا كده كنت ايه، غسلت كمية السمك كلها. وهنا كده ملح، ده الخلاط بتاعي، كمون. اصلا السمك بيحب الكمون والثوم قوي. هنا كده كان عندي حبة خل صغيرين. ما تكتريش خل علشان الخل ما يجزعش معاكي. فلفل اخضر كده، وهحط كام قرن احمر برضو. وهنا ليمون بقى، اديله ليمون، بيحب الليمون والثوم والكمون قوي. اكتر حاجه كمان الكمون والليمون. سمك يعني ليمون بصراحه. هنا كده بصوا بعصر الليمون بتاعي. حطيت هنا قرنين فلفل حمر رومي. انا مبحبش التتبيله تبقى حراقه عشان معايا اطفال. هنا كده ضربتها في الخلاط. هوريكي بقى دلوقتي هنتبل السمك ازاي. هنا بصوا السمك ده كده بتحط له التتبيله بتاعته، وهنسيبه بقى ايه مثلا ساعه او حاجه. احنا كده كنا قربنا على غدانا. فهنا كده بتبله طبعا. دي ايد الست الوالده ربنا يخليها لي، هي بصراحه اللي كانت عامله لنا. هنا بصوا كده التتبيل ما شاء الله من جوه ومن بره كده حاجه يعني تفتح النفس. وهي كانت جايبه سمكتين مكرونه للي مش بيحب البلطي، لاني يعني كل واحد بياكل اللي على مزاجه. وفي ناس بتحب البلطي وفي ناس ما بتحبوش، فسبحان الله كل واحد بقى وايه ونفسه. هنا كده دي السمكيه المكرونه بتاعتنا. طبعا انا ما اهتمتش بالمكرونه قوي، ولا في غسلها ولا في تتبيلها، يعني عادي. قلت لا دي تبقى اكلة سمك بلطي كده، بلطي حلو كده. انا بعشق السمك البلطي ده بصراحه. هنا كده فاضل التتبيله، راحت حطاها كده على وش الايه السمك كله. هنا كده بططناه في الدقيق، وهي كانت عندها الزيت كده وقلته. وده الرز بقى الابيض. الرز الابيض الصياديه ده بيبقى بالبصل، وما بتغمقيش البصله قوي علشان خاطر يديك الرز الابيض ده. هنا كده الرز في الزيت كده، حطله زيت وحبه زيت من ايه، من السمك. الرز كده بتقلبه. ولو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه مطبخ السعاده. ويا رب دايما تكونوا في سعاده، ومن سعاده لسعاده لسعاده اكبر على قلوبكم. هنا كده حطت الرز بعد ما غسلته. هتقلبه بقى كده، تديله تقليبه حلوه كده. تسلم ايدك يا ست الكل بصراحه. كان جميل. هنا كده حطيت له الملح. بصوا ما شاء الله امي ما بتخافش من النار. لو انا كنت جريت ونطيت وفطيت من الحله كده والطاسه قدامها بصراحه. امي بقى وبتاع. احنا كده سقط الرز بصراحه، يعني ربنا يخليها لنا والله ما شاء الله عليها. احنا بقى مش عارفه اللي فافي ولا ايه يعني بصراحه. هنا كده السمك بتاعنا بعد ما اتحمر. بصوا هنا العيال ربنا يديهم. بصوا كده ما شاء الله السمك بتاعي يفتح النفس. ودي المكرونه وسلطه ورز. وكانت اختي بقى بتعمل لنا ايه طحينه جوه. وهنا كده كان ما شاء الله. بقول لكم باي.